الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة الأمور إلى خير. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. والحديث الأول في هذا الباب قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. لبس الخاتم أو الخاتم بفتح التاء أو بكسرها، والأصح الفتح والله أعلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه أي في اليمنى، كما مر معنا التيمم في كثير من الأمور. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. طبعا هنا ساق إسنادا وقال نحوه أي نحو الحديث السابق، فالمتن اللي هو لفظ الحديث واحد، أما الإسناد فيتغير. وهذه طريقة محدثين، يذكر لك الطرق والأسانيد. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر رأيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا محمد بن حميد الرازي أو حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن السلط بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. هذه الأحاديث يذكر لنا أيضا الإمام الترمذي أن عددا من الصحابة كانوا يتختمون أي يلبسون الخاتم في يمناهم تأسيا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. هون الإشارة بهذا الحديث لموضوع الجواز، أنه الحسن والحسين يعني ما دام فعلوها في اليسار فإن الأمر له أصل. طبعا لما قال الحديث الذي قبله الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، بئر أريس هذا بئر، وأن الخاتم انتقل من كف ومن يد النبي عليه الصلاة والسلام ليد أبي بكر ليد عمر ليد عثمان في زمن خلافة عثمان. وقع هذا الخاتم في بئر يسمى بئر أريس. طبعا إذا اختلف عنكم، يعني أنا الآن عم بقرأ الأحاديث حسب النسخة التي بين يدي وهي طبع الدار ابن الجوزي، وأنتم الطبعة التي بين أيديكم أيضا طبعة مميزة. فإذا اختلف الحديث انتبهوا، يعني قولوا لي إن هذا الحديث ما موجود عنا، الرقم قد يختلف ولكن ركزوا على نص الحديث. تمام. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يتختم في يمينه. مين هو المقصود؟ سيدنا أنس يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحكي ماذا من فعل النبي. أنه بتعرفوا أنتم السنة ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقدير. فلما بقول سيدنا أنس وأي صحابي أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يلبس أو يأكل كذا، هذا الأمر صار من السنة، وهي ما وصف لنا هذا الأمر. وروى بعض وهو حديث لا يصح أيضا. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه
اتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرحوا الناس خواتيمهم. وهذا اللي كما تعلمون يا أخوات اللي استقر عليه الأمر، وهو حرمة الذهب على الرجال، وليس على النساء، لأن النساء هذا الأمر مباح لهم، وهذا الأمر معروف. شذ بعض يعني أهل العلم بأنه التحريم، ولكن هذا القول الشاذ لا قيمة له. الآن باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قبيعة بتكون عند القبضة أو عند رأس قائم السيف. نعم، تكون عند رأس مقبض السيف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. سعيد بن أبي الحسن هذا رحمه الله هو أخو للحسن البصري، رضي الله عنه. في بعض النسخ بتلاقي سعيد بن أبي الحسن بدون البصري، وفي نسخ بتلاقي كلمة البصري، ولكن أغلب النسخ الموجودة ما بيكون فيها البصري، وهو نفسه أخو لسيدنا الحسن البصري. المهم، حدثنا أبو جعفر محمد بن الصدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألت عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين. ابن سيرين أحد أئمة التابعين الكبار، محمد بن سيرين عالم جليل، يعني اشتهر بالعبادة والزهد والعلم وغير ذلك. طبعا كان له يعني شيء يتميز بموضوع تفسير المنامات أو الرؤى أو الأحلام، ولكن كما ذكر كثير من شيوخنا الكتاب الموجود بالسوق اللي يقال أنه هو تفسير ابن سيرين، هذا لا تصح نسبته عند أهل العلم إلى محمد بن سيرين، لأن الرؤى التي يعني فسرها في زمان كانت رؤى محدودة، فجاء بعض الناس بعده فأضاف إليه وأضاف ونسبه لابن سيرين. الحديث الأخير في هذا الباب حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. وطبعا في قبل حديث محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا، أي على هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلمة، لأن يعني مثل ما نقول هذا أي الصابون غار حلبي، هذا الزعتر مثلا شامي، فكذلك السيف حنفي أي نسبة للقوم اللي اشتهروا بصناعته. الباب الذي بعده باب ما جاء في صفة درع النبي صلى الله عليه وسلم، صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جدي عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، يعني أوجب طلحة بمعنى أنه وجبت له الجنة أو كما ورد. سبحان الله، عم تخيل أن الصحابة الله يرضى عنهم شلون كان يعني أحدهم يعني يجعل نفسه بمثابة صخرة أو حجر يطأه النبي عليه الصلاة والسلام ليستند إليه. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان وقد ظاهر بينهما. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. ابن خطل هذا يعني أحيانا في ضروري شلات نوقف عليها، كان رجل مسلم بعدين ارتد وقتل مسلما، وايضا صار يهجو يعني يشتم والعياذ بالله النبي عليه الصلاه والسلام، يهاجم الدين ويطعن بالدين. فالنبي عليه الصلاه والسلام اهدر دمه. وفي ناس النبي اهدر دمهم ولكن عفى عنهم. اما هذا فقال لو رايتوه معلق باستار الكعب اقتلوه. قال فقتل بين زمزم والمقام. هذا الرجل يعني استثني من قول من دخل المسجد فهو امن. واضح. حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر. قال فلما نزعه جاء رجل فقال له ابن خطل متعلق باستار الكعبه، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. طيب. الآن باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة ومر معنا تتذكروا أنه هي يعني كلمة ماذا تعني؟ من يذكر من كنا أنه إذا مر معنا نقرأ حديث مر معنا وبعدين إسناد. تحويل الإسناد. نعم أحسنتم، تحويل الإسناد. يعني كأنه الآن أنا بذكر لكم كمثال أنه أنا كمثال هذا الكتاب قرأته على شيخنا الشيخ أحمد معاذ حقي عن شيخه فلان عن فلان. رجعت قلت وقرأته عن الشيخ مثلا دكتور نور الدين عتر عن شيخ فلان. فالآن الكلام نفسه ولكن أنا سمعته من أكثر من جهة ومن أكثر مصدر. فكذلك هذا الحديث يسوقه بإسنادين وتحول الإسناد هنا في سياق واحد. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس العمام البيضاء ولبس العمام السوداء. طبعا يعني السوداء كانت تشير إلى موضوع العزة والسؤدد، وكان يلبسها فقط بالمناسبات يعني بالأعياد وكذا. ولكن سبحان الله مرت يعني أزمنة صار يعرف فيها بعض أهل الضلال مثل الشيعة وغيرهم، فصار يعني كثير من أهل العلم يتجنبوا لباسها كي لا تلتبس الأمور. ولكن الأصل أن النبي لبس السوداء والبيضاء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء، يعني دسماء بمعنى السوداء. إذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة البيضاء ولبس العمامة السوداء ولبس العمامة التي لها عذبة يعني مثل الذيل الذي يرخى بين الكتفين، ولبس العمامة أو العمامة الصماء التي لا عذبة لها، تسمى العمامة الصماء مدورة وليس لها شيء يعني نازل منها. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض
روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذ إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. إذا أتقى وأبقى. أتقى يعني أتقى لربك وأقرب التقوى والبعد عن الخيلاء، وأبقى أي أفضل للثوب. وهي السنة بالنسبة للرجال لما بيلبس بنطال أو جلابية أو كذا إنه يرفع لفوق الكعبين. الآن يعني نسأل الله السلامة من سنوات طويلة يعني الموضة إنه يلبس بنطال طويل جدا وبيمشي وبعبي بالأرض وقد تصيبه نجاسة وكذا. الرجال يقصر لعند الكعبين وما فوق، أما النساء لا، بدها تطيل لكي لا ينكشف شيء من رجليها. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الورع، هذا الأمر أنه كانوا يعني ما يكتفوا فوق الكعبين، لا أنصاف الساقين تحت الركبة بشوي، هيك كان ثوبا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن النذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، قال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. وهذا كما ذكرت لكم يعني من الأمور التي صار فيها سبحان الله مخالفة كثيرة، وكثير من الرجال يستهين بهذا الأمر. الآن باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمور إن شاء الله هيك ما في إشكال، يعني ما بتملوا من القراءة، ما تضايقوا، الأمور جيدة. إذا في إشكال في الطريقة في كذا أنا عم بحاول نجمع بين الأمرين، إنه بين قراءتنا للأحاديث ونكسب أجر حتى الإسناد، ونعلق بعض التعليقات يكون فيها فائدة وما يكون فيها شيء من الملل. نعم، باب ما جاء في مشية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجد أنفسنا وإنه لغير مكترث. سبحان الله، يعني هذا مر معنا بالصفات. تتذكروا بأول الحديث بالكتاب انه كانما ينحط من صبب، ينزل النبي عم يمشي مشيه سريعه، ما هو انه مشيه المتماوت كذا، لا، بقدر المستطاع الانسان بده يظهر يعني المؤمن القوي خير واحب الى الله. حدثنا علي بن حجر وغير واحد قال وحدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفره قال اخبرني ابراهيم ابن محمد من ولد علي بن ابي طالب قال كان علي اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا مشى تقلع كانما ينحط من صبب. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى تكفأ تكفؤا كانما ينحط من الصبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وهي مرت معنا كما تذكرون سابقا. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. يعني هذه المرأة الفاضلة تروي لنا هذه الصحابية الجليلة رأيت النبي وهو قاعد القرفصاء. القرفصاء بيجلس على مقعدته ويرفع قدميه ويضع يديه على ركبتيه، فهي جلسة هيك المتخشع المتفكر
فقالت أرعدت من الفرق، يعني صار عندها هيك ارتجاف من الخوف ومن الهيبة التي رأت فيها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحال. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذا الأمر أيضا ذكر لبيان جواز هذا الفعل الإنسان بالمسجد، طبعا في غير وقت إقامة الصلاة لكي لا يعني يرى أو يظن الإساءة مع بيوت الله. حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. وهي الجلسة هي قريبة من جلسة مرة معنا الخصوص. باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكاء المقصود الاتكاء، مثل ما نقول يعني يرتكي أو يتكئ، نفس المعنى. حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قلت لكم مرة سبحان الله يعني شلون الصحابة يصفون لنا تفاصيل دقيقة من جلستي وأكلي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة. أبو جحيفة هذا صحابي رضي الله عنه، ويقال من صغار الصحابة متأخري الصحابة. عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وهي جلوس يعني واحد يأكل وهو متكئ من علامة الأشر أو البطر، فلذلك يعني يكره هذا الأمر ولا يليق بمسلم، لأنه فيه يعني استهانة بنعم الله عز وجل، إلا إذا إنسان كان مريض أو له عذر، والله تعالى أعلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن أقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحد روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابي رباح عن فضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه على راسه عصابه صفراء، فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله. قال اشدد بهذه العصابه راسي. قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصه. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبزه. كأنه مختلف عندكم. نعم عندكم في عيش رسول الله. نعم نعم باب طيب كم باب حديث؟ رسول الله. هذا الباب باب العيش كم حديث؟ آه، لو إحدى الأخوات طيب تقرأ، تفضلوا اقرأوا أنتم عشان أنا أتبع من عندي. باب ما جاء في عيش رسول الله. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين
قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما. شيخ، يمكن هذا الحديث أمس اللي نبهتنا عليه، قلنا رح نمر عليه. أيوة، أنا يمكن عندي كان قبل قرأته أنا، صح؟ نعم نعم. أيوة. طيب الذي بعده؟ الذي هو بعده. نعم. إذا عندكم حدا قلب الشاشة، الله يديكم خير. الشاشة عندي الآن في آية. تمام. كأنه حدثنا دول قرأناهم أحاديث. كأنه قرأناهم. نعم شيخنا. طيب نتجاوز الذي بعده، هذا لأنه عندكم متأخر وأنا عندي متقدم، أنا قرأته. أيوة، الحديث 136 اقرأونا إياه. إلا هذا قرأناه أيضا تبع لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الجوع. نعم. 136. تفضل. حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا آدم بن أبي إيباس أخبرنا شيبان أبو معاوية أخبرنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان. نعم، التيهان الأنصاري. بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا فأكلوا. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق نعم أبو الهيثم تسألون عنه. فانطلق. نعم، تابع. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در، فذبح نعم. لهم عناقا أو جديا فآتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فآتنا فأتنا. فأتنا. فأتي النبي نعم. صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا نبي الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا نعم. فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها يقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان،
بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى. ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. حدثنا عمر بن نعم. إسماعيل بن مجالد بن سعيد أخبرنا أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهراق دما. أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتوني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تفرحت أشداقنا، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. والبعير، وأصبحت بنو أسد تعذرني في الدين. تعذرني في الدين. لقد خبت لقد خبت إذا وضل عملي. حدثنا محمد يعني بن بعير بشار. بهذا الأمر. نعم. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا صفوان بن عيسى أخبرنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم وجدوا بالمربد، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان. صحيح هنا هذا الكذان. أي نعم، كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان. قالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير قالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكر الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: لقد رأيتني. رأيتني وإني لسابع 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك 7 أحد إلا وهو أمير مصر من الأنصار، وستجربون الأمراء بعدي. حدثنا عبد الله بن عبيد الرحمن أخبرنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري أخبرنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، مالي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. حدثنا ذو عبد الله. كبد. نعم شيخي. نعم الذي بعده. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا أبان بن يزيد العفاري أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولا لحم إلا على ضفة. قال عبد الله: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك أخبرني ابن أبي ذؤيب عن مسلم بن جندب. أخبرني ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته
ودخل فاغتسل ثم خرج، وآتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت له: يا أبا محمد، ما يبكي؟ قال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا فلا أرانا أخرنا لما هو. فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. نعم. هون باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أقرأ أنا إن شاء الله، ويمكن هذا نكتفي به هذا الباب لهذا اليوم. يكون هيك إن شاء الله قطعنا عدد جيد، يعني عندنا 400 حديث تقريبا، فبكون وصلنا للثلث ونحن في المجلس الرابع، فالأمر فيه خير. فهيك نسأل الله السداد ونسأل الله أن ينفعنا، وبإذن الله يعني اللي تستطيع من كنا في أمرين: الأمر الأول تلخيص الأبواب، الأمر الثاني قد يكون بعض الأخوات اللي عندها نشاط تستطيع أن تلخص لنا من هذه الشمائل التي تمر، كيف كان يأكل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس، فممكن يطلع معنا مختصر للشمائل ب10 صفحات بدون أسانيد، فبيكون فيه خير وبركة إن شاء الله. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه 3. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه 3. وهذا الأمر طبعا يعني أخوات بيكون مثلا الإنسان ببيته بشكل خاص، أما أمام الناس يعني إنسان يلعق الأصابع يقول هذه يعني من السنة، فيه للمنظر بعض الإيذاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع أدبه الجم ولطفه، أما بعض الناس يعني تفعل ذلك بمظهر يعني غير لائق. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه 3. حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه 3 ويلعقهن. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن الدكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الباب الذي بعده إن شاء الله في الدرس القادم باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي تليها. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا وإخلاصا بالدين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.